مساء الخير، كيفكم؟ أتمنى لكم ويكند سعيد. واليوم حاعمل لكم كيكة الفريرو روشيه. طبعا المقادير واضحة عندكم، بس في الأخير رح أكتبها بالضبط وبالتفصيل. أهم حاجة بدي أقول لكم هي إنه في الكيكة دي حنفصل الصفار عن البياض. رح نحتاج في هذه الوصفة إنه نخفق البياض لحال والصفار لحال. نحتاج في هذه الوصفة إنه نخفق البياض لحد ما يتكون إلى مرنج، ورح أضيف معاه ملعقة صغيرة خل أبيض حيساعد على تكثيف البياض. شايفين كيف صار البياض؟ هذا الدرجة اللي أنا أبغى يوصلها، اللي هي الدرجة الثالثة في الخفق، اللي هي درجة المنقار الثابت تتسمى. طيب من تعليمات نجاح الكيك، طبعا كل مقادير تكون بحرارة المطبخ. لما نفصل الصفار عن البياض يفضل يفصل وهو بارد. المقادير الجافة كلها تنخل. نتأكد من صلاحية البيكنج باودر والدقيق. إذا كان زي في وصفتنا كاكاو باودر فرح نقلل من مقدار الدقيق الأساسي. إذا كان عندنا سوائل زي في الوصفة حليب رح نضيفه بعد الدقيق آخر حاجة. دحين هنا مع الصفار أنا خلطت الزيت والسكر والفانيلا، وراح كمان أخلط المقادير الجافة كلها. وكل المقادير الجافة منخولة مو بس الدقيق. دحين أخلطهم مع بعض، وبعد كده حنقل البياض لهنا. كمان من تعليمات نجاح الكيك انه بعد اضافة الدقيق ابدا ما نبالغ في الخفق عشان ما يتكون عندنا الجلوتين اللي كلمتكم عنه قبل، اللي يكسب الصفة المطاطية. طيب الان رح ننقل هذا الخليط، خليط البياض لخليط الشوكولاتة اللي عملناه بالتدريج، وحنقلب من تحت لفوق بهذه الطريقة. حامل جزء جزء واحرك من تحت لفوق زي ما قلت لكم، عشان ما ابغى الهواء اللي انا دخلته يرجع يخرج مرة ثانية. خلاص كده انتهيت من خلط الخليطين مع بعض. عندي هنا الصينية حطيت لها ورق زبدة، وكمان دهنتها بزبدة ورشة دقيق. ملحوظة مرة مهمة من تعليمات نجاح الكيك، انه لما نحط الخليط في الصينية لازم نترك مساحة عشان نسمح للكيك انه يرتفع، لازم نلاقيله مكان انه يرتفع فيه. حدخلها على فرن ساخن على حرارة 350 لمدة نص ساعة. طبعا انا من قبل ما ابدأ شغل قدرني مسخن الفرن. يا جماعة يعني ما شاء الله انا شايفاها ممتازة، بس ان شاء الله انه ما تهبط لما تبرد. يا رب. طيب عبال الكيكة ما تهدى واقدر اقطعها، رح ننتقل للمرحلة الثانية في الكيكة وهي الحشوة. هعمل لها حشوة شوكولاتة موس. نحتاج لشوكولاتة خام تكون مذابة، ونحتاج لكريمة خفق تكون نسبة الدسم فيها كويس عشان تنخفق معانا كويس. من أهم أسباب نجاح كريمة الخفق يعني إنه تكون نسبة الدسم فيها مرتفعة. مثلا هنا شوفوا، كل ما كانت 35 وفوق زي ما انتوا شايفين حتكون ممتازة، ولازم تكون باردة، والبيئة اللي حنشتغل فيها كمان باردة. أما هذا النوع عندنا هنا نسبة الدسم فيه 33%، يعني كويس، بس أفضل كل ما كان زي ما قلت لكم 35 وفوق. بعد كده راح اخفقها على سرعة عالية لحد ما يتضاعف حجمها، وتقدروا تستبدلوها بدريم ويب تخفقوه. طيب دحين بعد ما خفقتها راح انقل خليط الشوكولات على خليط الكريمة، واحركهم برضو من تحت لفوق عشان ما يهبط. من تحت لفوق يعني زي كده تمسكوا بهذه الطريقة بحركة خفيفة، وبعدين كده تعملوا عشان الهواء ما يخرج منها. طيب انا كده خلصت خلط. الحين راح افتفت كم حبة من الفريرو روشيه مع الشوكولات موس، كده ابغى يكون الحشوة فيها نكهة الفريرو. طيب كده كسرت كم حبة فريرو. دحين راح اخلطهم واحطهم في الثلاجة عشان يفضل بارد لحد موعد التزيين. هذه الكيكة قلبتها بعد ما بردت، طبعا زي ما توقعت هبطت من الوسط زي ما انتم شايفين. شوفوا، يلا قدر الله ما شاء فعل. طيب في هذا الوقت راح نقص الكيكة لقسمين بهذه السكينة مخصصة لتقطيع الكيكة، نفسها حقت الخبز يعني. أو إنكم من البداية تقدروا تحطوا الخليط تقسموه على صينيتين مقاس بعض يعني،
فتختاروا اللي يريحكم. في هذا الوقت بعد ما قسمت الكيكة القسمين راح اوزع خليط الشوكليت موز واحط الطبقة الثانية وابدأ اعمل التغطية. طيب شوفوا ايش سويت. خليت الطبقة اللي هي يعني مفرغة من النص الهابطة تحت عشان ما تخرب في التزيين. بس هنا كده احتاج بسكينة اني اشيل هذه الطبقة القشرة يعني الخارجية، لازم اشيلها افضل يعني. طيب اخر مرحلة عندي اللي هي تغطية الكيكة بالجناش، شوكليت جناش. هحتاج له كريمة خفق وشوكليت. عندي هنا كوب من كريمة الخفق سخنتها على النار، الحين هي مرة ساخنة، وحجيب الدارك شوكليت وادوبها هنا. بمجرد ما اصبها هنا واتركها شوية راح تدوب ويصير عندي الجناش. خلاص شوفوا دابت لحد ما وصلت لهذه اللمعة وهذا القوام. راح اضيف لها حاجة عشان اعطيها لمعة، الحين حوريكم. حضيف هذا سائل الجلوكوز، حيعطي لمعة بس واحدة ملعقة تكفي. اخر خطوة راح اصب الجناش وازين الكيكة. شايفين كيف؟ حخليه كده على الشكل لحد ما يمسك الجناش مرة كويس وخلاص. ابدأ انظف وازين.